نزلنا على البرواز اهو. ممكن تبقى فيهم الملكة وممكن ما تبقاش فيهم. النهارده 15 رمضان 15 من مارس 2025. مشاهدي قناة المراد اليوم، النهارده احنا في المنحل وقدامنا طرد اهوت. هو خرج من خلية والمفروض ان احنا عايزين نرجعه لنفس الخلية مرة تانية او اي خلية اخرى. ايه اللي هنعمله؟ في غاب عندنا هنا طويلة اهي شوية، حطينا فيها برواز وهنبدأ البرواز ده هنضمه على الطرد. لما يجمع عليه النحل هنبدأ ننزله اهو. هنشوف اهو الطرد اهو. بسم الله ما شاء الله. وفي طرد صغير جنبه هنا برضه هنا. احنا هنجمع الطرد الكبير ده الاول، نجيبه نسقطه في الخلية وبعد كده نشوف الباقي ان شاء الله. حطينا البرواز اهو وهزينا الفرع، وهو دلوقتي هيتجمع على البرواز اللي موجود ده. هنبدأ ننزله من على الشجرة ونحطه في الخلية بتاعته ونجمع الباقي على برواز اخر، وبكده يبقى نزلنا الطرد لان هو في مكان مرتفع. هو بيتجمع دلوقتي، بيتجمع البرواز بقى مش على الفرع، لان البرواز طبعا عليه عسل وفي بعض العيون، في عيون حضنة عشان يجي عليها وفي عسل. هو بيتجمع دلوقتي عليها. نزلنا على البرواز اهو. ممكن تبقى فيهم الملكة وممكن ما تبقاش فيهم. النهارده 15 رمضان 15 من مارس 2025. طبعا لو لاحظنا هنا هنلاقي هنا في عيون ملكات اهي، يعني معنى ذلك ان الملكات خرجت وعملت التطريد من الناحية التانية اهي. خلاص. طبعا انا حاطط برواز لو انتوا شايفينه كده في حضن زي ما انتوا شايفين، علشان النحل يجي على البرواز. هل الملكة في البرواز ده او غيره؟ الله اعلم. هنسقط دي في الخلية دلوقتي ونشوف بعد كده ننقلها في مكان تاني. كده حطينا، خدنا الاطار الاولاني وحطينا اطار كمان اهو. هيجمع برضه على البرواز التاني النحل وبعد كده ننزله برضه في نفس الخلية. كده البرواز التاني نزلناه اهو. بسم الله ما شاء الله. طبعا مش هنقدر نشوف من كثافة النحل وجود الملكة فين اهو، من الناحية دي الناحية التانية اهو. ماشي، مش هنقدر نحدد وجود الملكة فين عشان كثافة النحل اللي موجودة قدامنا دي. هنسقطه بقى في الخلية مع البرواز التاني وبعد كده نعمل لهم تغذية تنشيطية خفيفة كده وبعد كده نقفل على الخلية. في شوية موجودين فوق لسه هنجيبهم برضو رخرين بالمرة معهم ان شاء الله. ده تالت مجموعة اهي جبناها، ربما الملكة فيهم وربما ما يكونش فيهم. برضو هنحطهم على طول في الخلية عشان نجمع الطرد كله مع بعض. خلاص ما شفنا اهو ماشي الخلية، طرد الخلية موجود. هجمع دلوقتي وبعد كده نحط له تغذية تنشيطية. هناخد صورة نهائية للطرد بعد ما نزلناه اهو. بسم الله ما شاء الله.
ولسه مجمع، هيجمع على البراويز وحطينا له تغذية تنشيطية، وبيوم كده هنبدأ ننزل له برواز نحل او بروازين ان شاء الله عشان يبقى خلية قوية ان شاء الله. هو شغال من قدام باب الخلية اهو زي ما انتم شايفين.